يحفظك ربي ويحفظ أكيد لنا ملك القلوب وملك الإنسانية وملك الشعب أكيد. يعني أبو متعب دائما قراراتك لها فرحة في هذا الموضوع، فرحة راح تكون زي ما قلت من قبل بنكهة شعرية شرقاوية. اسمحوا لي مشاهدينا أن أنا أرحب بضيفي لهذه الحلقة، هي الأستاذة شيماء الحربي وهي سيدة أعمال وشاعرة سعودية. مساء الخير لك أستاذة شيماء. حياك الله. واكيد معانا الاستاذ فالح الدهمان. حياك الله استاذ الله فالح. يحييك ويحيي الساده المشاهدين. حياك الله استاذ فالح. استاذ فالح دعنا نبدا من حيث انتهت الجميع الفرحه، زي ما احنا ايضا مشاهدينا يعني الشاشه قاعده تبين وتوضح فرحه المنطقه الشرقيه بهذه القرارات. انت كشاعر وقبل ما تكون شاعر ابن الوطن، شنو هي ابرز المشاعر اللي تحسها بداخلك تجاه هذه القرارات؟ والله المشاعر اللي احسها زي ما قلت أول حتى من قبل القرارات، وذا يوم الوطن والمملكة بالعز تتباهى، بعهد للمليك الخادم البيتين راعيها، سكن منها القلوب وجاتها الأرواح بهداها، تسير أجسادها له تهدي البيعة وتبديها، لأنه رمز وحدتها، هو الأرض وعطاياها، هو البر وهو البحر وهو البدر بلياليها، جعلها الله لها المن وجعلها الله سلواها، وكان العادل اللي وزع العدل بنواحيها. صح لسانك استاذ. وكم برعايته صحت من الأمراض مرضاها، وكم برعايته أيتامها تبسم أشافيها، وتدعي له على عطفه ومعروفه في قراها، بظهر الغيب تكتب له بميزانه حسانيها، لأبو متعب يرد الجود بقصاها وبدناها، إذا كرام البلد مدت لنا جود بياديها، فداه نفوسنا وبلادنا مهما فديناها، فلا نلحق جزاء إن تنفسنا الهوى فيها. كلنا فدا أبو متعب. هذا اللي نحب حنا وكنا نقوله وما زلنا نقوله. أبو متعب سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، يعني وجه خير ووجه، ولا نستغرب هذا العطاء من الوالد الغائد، وحنا كلنا يعني كشعب حنا أسرة واحدة وفي بيت واحد. أكيد. والدنا وغايدنا هو خادم الحرمين الشريفين حفظ الله ورعاه، ولا نستغرب هذا الشيء. هذه مشاعر نبيله منك استاذ فالح، واكيد للشعر والشاعرات نحن خلينا نقول نصيب اليوم تمثلهم الساده الشاعره شيماء الحربي. استاذه شيماء، قرارات ملكيه اتت بفرحه عارمه لدى الشعب السعودي، كيف انت شفتيها كشاعره كمواطنه في هذا البلد؟ والله ايش اقول لك، ما بغريبه على ملك الانسانيه، ملكنا بيدين بيضاء، ملكنا كل فرح، الشارع فرح، الجيران فرحة والبيت فرح، على راسي والله يا ابو متعب. اكيد استاذه شيماء، دايما يقولون ان الفرحه تكون لها صدى، انت كشاعره كتبتي للوطن. أنا ممكن كتبت بمناسبه شفاء، ربي لك الحمد، ورفعنا يدنا للسماء الحمد لله ودعنا له. يا ملكنا سدد الله لك خطاك، نور الله دربك بالخير السديد، يا ملكنا سدد الله لك خطاك، نور الله دربك بالخير السديد، يا ابو متعب يشهد الله بغلاك، شوفتك تبري القلب وتزيد، يا ابو متعب يشهد الله بغلاك، شوفتك تبري القلب وتزيد، انت قلب المملكه ينبض معاك، انت قلب المملكه ينبض معاك، لا تعبت الكل من بعدك وحيد، انت لبو وانت الاخو والكل يفداك، يا عريب الجد هرجي لك اكيد، انت لبو وانت الاخو والكل يفداك، يا عريب الجد هرجي لك اكيد، نفرح بشوفك ونفرح بلقاك، يا عل الشفدوم يا القرم العنيد، والله لو تدري بغلاك، عند العرب وعند شعبك الحر المجيد، مجدنا بك عز، مجدنا بك عز ونحنك من عداك، يا عزوة الكل يا علك سعيد، ربي يحفظك ويزيد بشفاك، ربي الحافظ يا الصقر العنيد، يشفيك الله وبالخير يحميك، يا الطيب الغالي يا عسى عمرك مديد. يا عسى عمره مديد. يا عسى عمره مديد. يعطيك العافيه استاذه شيماء. ايضا في كم يعني انتم زي ما انتم شايفين في يعني المونيتر اللي هو طالع عندنا الفرحه اللي كانت في شوارع الخبر والدمام في يوم الجمعه، وايضا توالت يوم السبت والاحد، وما زالت الى الان الفرحه. استاذ عبد الله الزهراني حضر لنا هذه اللقطات والان احنا قاعدين نشوفها. ايضا كل فرد في هذا الشعب مشاهدينا له كلمه وله وده انه يقول قصيده، لكن معنا شاب وابن من احد ابناء يعني الوفيين لهذا الشعب قال لنا
في قصيدة. خلينا الآن بعد ما نسمع لأستاذ أيضا فالح القصيدة إن شاء الله أيضا نشوفها بعد شوية إذا كانت جاهزة معنا من أستاذ عبد الله. أستاذ فالح، نبغى نتكلم أنتم كجمعية الثقافة والفنون، كيف كانت احتفاليتكم قبل تقريبا كانت 10 أيام أيضا في هذا المناسبة، مناسبة شفاء الملك عبد الله؟ احنا يعني قبل 10 أيام تقريبا في الجمعية العربية السعودية الثقافة والفنون فرع الدمام، لجنة التراث والفنون الشعبية عملت احتفالية بمناسبة سلامة سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين. كانت هذه الأمسية قدمناها بطريقة غير تقليدية، والحمد لله نجحت، وشارك فيها يعني عديد من شعراء المنطقة الشرقية وأيضا فرقة شعبية، وكان حفل منوع. وطبعا هي تعبير عن الفرحة، وحتى الشعراء كانوا من كل مناطق المملكة. الشاعرات أهم شيء عندنا. والله الشاعرات نحترمهم وخواتنا، وحنا وياهم يعني في نفس المجال هذا مكملين البعض. أكيد. لكن لما نتكلم عن الاحتفالية حقتنا بمناسبة شفاء سيدي خادم الحرمين الشريفين، الجميل فيها أنه المشاركين في الأمسية يعني من مناطق الشرقية، وطبعا الشاعر هو يحمل مشاعر والمجتمع اللي هو فيه، وهم تعبير لحب الوالد الغائد وفرحه بسلامته وعودته الى ارض الوطن. الحلو في الموضوع انه اصلا جمعيه الثقافه والفنون عشان تكون شهاده حق تقال انه هي دائما تكون سباقه لكل يعني مو بس الاحتفالات يعني اي احتفال، اليوم الوطني ايضا شفاء نعم الملك، حتى تكون باشياء مميزه. هذا شيء كثير يعني يحببنا في اخت ناهد. احنا يعني في الجمعيه فرع الدمام، الجمعيه السعوديه العربيه السعوديه للثقافه والفنون فرع الدمام، لجنة التراث والفنون الشعبية، حريصين وإن شاء الله حيكون لنا حضور قوي في كل المناسبات الوطنية. أستاذ هشيمة، دائما يقولون أن الشعر هو تقريبا يسمونها زي الخبز للفرح للشعب السعودي. الشعب الخليجي بشكل عام هو يفرح فيه، لكن الشعب السعودي له نوع ما خصوصية مع الشعر. الشعر هل تتوقع أنه هي صفة تتوارث أم هي صفة مكتسبة مع الأيام؟ الشعر احيانا يكون الشعر وراثه، واحيانا يكون لا موهبه من رب العالمين. طبعا ربي يجعل كل انسان ملكه تكون احيانا ملكه الشعر، ملكه الابداع، ملكه الرسم. سبحان الله، لما يا ربي يجمع شعر مع فيها الملكه ذي الشعر فيطلع الشاعر مبدع. طيب حدثي لي انت عن تجربتك، انت ما شاء الله شاعره، لك مجالك ولك باعك ولك. يمكن اخذته وراثه من الوالد شاعر، اخواني شعار، خوالي شاعر، احنا من سلسله ودباء الحمد لله يعني على الاثار القديمه صراحه. ما شاء الله. انا ودي تساليني نفس السؤال يعني. اسالك نفس السؤال نفس لكن السؤال. طيب وش رايك نطلع الحين مع مشعل الزهراني، هو شاعر شاب، بعدين انتم بتقيمون وتشوفون الابيات اللي هو نظمها لنا. خلينا نطلع مع بعض استاذ فالح، وبعدها مشاهدينا راح نرجع ونشوف بالضبط مشعل الزهراني وش قال بالابيات اللي قالها. مناسبة شفاء سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وعودته إلى أرض الوطن سالما معافى، قدم هذه القصيدة بهذه المناسبة. الفرح في قلب شعبك بأمرك أنت سايد، والفرح غناه قاصي قبل غنى الجار. نحمد الله سيدي يغلاء أبويا القائد، عالسلامة يا مليكي وعودتك للدار. يا أبو متعب وانت الخير فيكم رايد، وكل من شافك يشوف في وجهك الأنوار. بعد شوفك ما عرفنا حاقدين أو كايد، بأمر ربي ثم بأمرك تمحي الأخطار. شلت من قاموسنا الفكري صعب وشدايد، وجودك انت معانا كل شيء سار. يا الحكيم الحر يا العادل رضا ومحايد، صانع البسمة على شفاه الملا بصرار. بين ثورات الشعوب وكل ما هو سايد، شعبك يجدد ولاءه ما هنا ثوار. مع مرور الوقت حبك عندنا لك زايد، شعبك ابنك سيدي والشعب فيكم بار. بالنسبة لي يعني من جد كانت الأبيات جدا جميلة. لا صراحة مبدع.
بالنسبة لي كانت الأبيات جدا جميلة يا مشعل، ومن جد من جد أنت مبدع وابن من جد من أبناء الوطن اللي حنا نفخر فيهم، وكل اللي مشعل وعبد الله وكل اللي موجودين الشعراء والشاعرات أكيد نوجه لهم كل التحية والتقدير. أستاذ فالح، تعليقك على الأبيات اللي حنا شفناها؟ والله أبيات جميلة ومعبرة، ومشعل أنا أقول أنه يعني اسم هو توه يعني في الشعر من الأسماء الشابة، لكن توقع له إن شاء الله مستقبل طيب، وعنده حضور قوي، وعنده ما شاء الله يعني سبك يعني في القصيدة وبناء، وأيضا حضور وإلغاء. لا جدا جميل مشعل، وتعبيره نابع يعني صادق، عنده تعبير صادق. اكيد. استاذ فالح، انت قلت اسالك نفس السؤال، اسالك اياه، اقول لك الشعر صفه وراثيه ولا صفه هي مكتسبه معك؟ هي لا، انا بس كان عندي بغيت اضيف يعني، او اني عندي راي في هذه الجزئيه بخصوص انه هل الشعر وراثه او انه مكتسب تعليم يعني ممارسه. انا اشوف من وجهه نظري انه الناس كلهم شعراء، الانسان يولد شاعر، كل الناس شعراء، لكن بنسب متفاوتة، وفي ناس يهملون هذا الجانب أو ما يهتمون فيه، وفي ناس يصغلونه ويعني يطلع منهم شعر، يعني لكن الإنسان بطبيعته هو شاعر يعني. لكن ممكن يعني هي يعني زي الهواية اللي الواحد ينميها، لكنها موجودة، بذرتها موجودة، لكن تحتاج إلى من بس ما يعني كل واحد يصبر لها. يقدر، عدم المؤاخذة قطع كلامك، ما كل واحد يقدر يقول شعر، انت تقول ممكن كل صادقة، بس يقرض الشعر. ايه، بس انا اقول انه الانسان بطبيعته شاعر، سواء كتب الشعر او حتى اللي